ما يلا نخزن توم طول السنة ببلاش. شايفة كده وانت ماشية في الشارع وتلاقي عربية التوم وتلاقي جنبها كومة العروش اللي مرمية في الأرض دي، الناس اللي هي اشترت وقطعها لها وخدوا التوم ورموا العروش دي. انت بقى روحي قولي للراجل اديني حبة عروش هيديكي، لأنه هيفرح جدا عشان بتنضفي له الدنيا. أنا خدت شوية، وأول ما الناس سألوني انت بتعملي بيه ايه قلت لهم أنا بعمل كذا وكذا وكذا، انقضوا عليه وكله خلص من عند الراجل وببلاش وما دفعناش حاجه. وروحت بيه البيت ابتدي بقى انضفه وامسحه كويس واتاكد ان هو ما فيهوش تراب ولا رمله. داخل عليكي عيد وفي رمضان وعايزه تعملي كحك وبسكوت ومعكيش فلوس تخزني توم، اعملي كده زي ما قلت لك. قولي للراجل اديني شويه، هيفرح جدا لان انت بتخفي عليه عبء. وابتدي قطعيه قطع كده زي ما انت شايفه، وتاكدي بس ان هو ما فيهوش تراب، ولو ممكن يبقى معاكي فوطه وتبتدي ايه تمسحيه كده وتنضفيه وتفصصيه. اللي انت هناخد منه جزء هنجففه ونعمله توم باودر، ده اللي احنا هنفصصه اهو زي ما انت شايفه، واخلي كل طبقه لوحدها. اللي احنا هنفرمه هقطعه كده اهي قطع زي ما انت شايفاها، ده اللي انا هحطه في الكبه وهفرمه. واخد العروش الخضراء اللي تحت ما سيبش منها حاجه، واخد العيدان اللي هي الناشفه اللي فوق دي اللي انا هفكها طبقات، كله هنستخدمه ومش هنرمي حاجه غير ان احنا هنقشر بس القشره الدبلانه او اللي مش حلوه عليه. وانا هحط شويه على صينيه وادخلهم البلكونه، هجففهم على الشمس، هيقعد معاكي يومين. وكل يعني الصبح وبالليل تخشي تديله تقليبه وتيجي تاني. وجهزي بقى فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل حامي، اعملي هريسه حمراء واعملي هريسه خضراء. وهنا انا جبت معايا برضو 2 كيلو توم، عشان لو عايزه تخزني توم ابيض عادي. طبعا دول دفعت فلوسهم، مالهمش دعوه بالعروش اللي احنا خدناها من على الارض. وهنزلهم في الكبه، وهحط على كل كيلو توم معلقتين من الملح وربع كوبايه من الزيت، وافرمهم في الكبه. وخلي فرمك ما يبقاش ناعم قوي عشان ما يتعصروش معاكي، يبقى حرش كده وماسك نفسه، بيبقى طعمه احسن في الاكل، ما ينزلش الميه بتاعته كلها. واضربيهم كويس، وهتعبيهم في علب بلاستيك او اكياس بلاستيك المتوفر عندك، او في بطرمان اللي انت عايزاه. واحتفظي بيه في التلاجة. لو هيقعد معاكي مدة طويلة حطيه في الفريزر. لو هتستخدميه مثلا لحد شهر شهرين و3 كمان ممكن تسيبيه على الرف بتاع التلاجة. وممكن لو عايزة بطرمان كده صغير تحطيه في المطبخ عادي، بالبطرمان الربع كيلو ده يخلص تحطي غيره، ده يبقى عادي عندك على الرخامة مش هيجراله حاجة. ونبتدي بقى ايه نملى العلب بتاعتنا. ما شاء الله ال2 كيلو توم ادوني كميه حلوه. ليه؟ لان انا خدت منها الجزء اللي انتوا شايفينه حوالي 15 سنتي من العروش الخضراء معاه، ما فرمتش الراس بس، خدت معاها الجزء اللي تحت. هندخل بقى نعمل الهريسه الحمراء. كده حطيت اللي هي العيدان اللي انا قلت لكم عليها، قطعتها قطع اهي، ومعاها الفلفل الاحمر. وبرده ما تنسوش معلقتين الملح وربع كوبايه الزيت، عشان يخليه مفرفط كده معاكي في الفريزر وانتي بتستخدميه او في التلاجة ما يقفش ويبقى جامد معاكي. واديله فرمة حلوة، وابتدي برضو عبيه. وهنعمل برضو ناخد جزء تاني من العروش ونحط عليها الفلفل الاخضر ونعمل الهريسة الخضراء. عايزه تعملي بطرمان حامي لوحده وبطرمان بارد، طبعا انت بقى بتفكري براحتك زي ما انت عايزه. شايفه العروش قد ايه اللي بتترمي وبتروح في الزباله. وبرضه هقول لك تاني ما تنسيش معلقتين الملح ورشه الزيت او ربع كوبايه الزيت. وافرمي بقى الهريسه الخضراء بتاعتك وتبقى جميله وزي الفل. طبعا الشغل ده كله عايز معاكي كبه، طبعا ممكن مطحنة الخلاط بس الكبة كبيرة. بصي بقى عملنا ايه، عملنا التوم الابيض وعملنا الهريسة الحمراء والهريسة الخضراء، وعملت بطرمان كبير. عملت بقى ما شاء الله كمية كبيرة بالعروش اللي احنا خدناها من الراجل من غير فلوس. وال2 كيلو توم دول اللي انا دفعت فلوسهم بس. طبعا عايزه تستغني عن التوم الابيض اللي انا دفعت فلوسه ده براحتك، عايزه تضيفيه عليهم، بس انا قلت بالمره بقى هشغل المطبخ والكبه وريحه التوم والدنيا هتبقى توم، اخلص حاجتي كلها بالمره. وهنا التوم بعد ما قعد يومين في البلكونه، العروشه اهي اتجففت. اول ما تقسمي الواحده كده تحسي انها بتتكسر معاكي، اعرفي ان هي كده اتجففت. ده الجزء اللي انا جففته في الشمس، عشان قلت لكم مش هتدفعوا فلوس خالص، يبقى جففي في الشمس هتستغني عن الغاز وفرن البوتاجاز. وده الجزء اللي فوق الصاج دوت اللي انا جففته
في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 125. هيقعد معاكي ساعة في الرف اللي في النص، وكل ربع ساعة افتحي عليه الفرن قلبيه واقفلي عليه تاني. بعد كده اهو خدت جزء هطحنه قدامكم في المطحنة. ما تنسوش بقى بعد كل ده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير. شايفين طالع ريحته فعلا جنان وناعم وفي منتهى الجمال، وادانا كميه كبيره. وانا بقى انتوا ايه، هقعد انا اكمل الكميه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، بس ما تنسوش اللايك.